مشاهدي الحياة المصرية والام تي في اللبنانية اللي انضموا لنا لمتابعة ثالث سهرات ذا كوميدي نجم الكوميديا. عودة للتشويق للأعصاب المشدودة، بس ما بدي اياكم تتوتروا لأنه قررنا نضحك وبس بدنا نضحك. بذكر انه نحن الليلة ببداية المرحلة الثانية يلي بتنتهي الأسبوع المقبل بانتقال 12 مشترك للبرايم الخامس، وبذكر انه أمام المشتركين الليلة 3 احتمالات: أو بيحصلوا على 3 سمايلي فيسز وبيضمنوا الانتقال للمرحلة الثالثة، أو بيحصلوا على 2 فيسز يلي بتوضعهم بدائرة الخطر، يعني لا معلق ولا مطلق حتى صدور قرار اللجنة بنهاية البرايم المقبل. أما أسوأ الاحتمالات فهو حصول المشترك على 2 ساد فيسز أو 3، وهالشي بيقضي على كل أمل بالبقاء ضمن دائرة المنافسة. قبل البريك شفنا الياس منصور من لبنان ومحمود ناجي من مصر. الياس انتقل للبرايم الخامس ومحمود للأسف غدرنا. فشو رح يكون وضع فريدة رأفت بنت 8 سنين يلي شفناها بأول حلقة من الأوديشنز؟ فهل رح تتخطى الامتحان الثاني؟ باطل في أي شارع الكلام دي بلد، في أي ملة بيحصل ده يا خال. لو حداكم بنية صغيرة يرضيكم يحصل لك ده؟ يعني أني أبقى متجوزة من 3 سنين هو ما يفكرش حتى يجيب لي حاجة حلوة في الفلنطين. بقى كريمة بنت واحدة عن العفش اللي كانت بتسرق من جيب الكراميلي، جوزها يجيب لها ملابس فراولي وتاكله كله وتقف تغيظ دماغه قدام الدوار. ولا شفيقة البقرة اللي كانت بتملك المخدة والحضوري وتعمله دبدوب، جوزها يجيب لها عروسة تقول بابا ماما. ولا فاطمة مثل العجز ليام اللي كنت بغلبها في البلاستيشن وما كانتش تستجرح ترفع عنها في جوزي يجيب لها لبنتين بحالهم، واحدة مستيكي والتانية كشكشك، تربهم على بعض ويعملوا بوكبوك كده وتغيظني بهم. واني تضحك علي واني عتريسي مرات فؤاد العمدة اللي بيتزل عشنا بالبلد كلاتي يستخسر فيي مسلسل اللي بالسفر. ينفع يحصل كده في سيادة الشطانة في الأولى؟ ده أنا رضي يبقى ليلي تو الختمة الشريفة. لا قلت باربي ولا سنتي، ده حتى مفيش عروسة المولد ارتجي وكلام ده يا بلا. طبعا بقى مش راجعة له الدوار واروح دلوقتي ادور ابوي، مش راجعة له اللي بقرص سمسمية هما البنحاب لا تجيب لي الشوكولاتة لا بلاش يا ولا روح رجع البطاطا لا بلاش يا ولا. امال ايه هو انا صغيري ولا صغيري؟ هما 8 سنين دول شويه ده عن الكبير. فريدة يا فريدة، واو شو هالصورة الحلوة، كأنه شجر النخيل قدامنا على المسرح. فريدة انت كبيرة بموهبتك. يلا رح نستمع دغري إلى آراء اللجنة. رح نبتدي مع أستاذ حسن. أستاذ حسن، أنا بعرف إنه عندك ضعف على فريدة، شو بتقلها؟ والله بقول لها برافو يا فريدة، جميلة يا حبيبتي والله. ويا رب يا رب لما تكبري تفضلي كده بخفة دمك دي، لأن نعرف بقى ممثلات كانوا كده زيك وهم صغيرين لما كبروا المسألة راحت منهم. إن شاء الله تبقي دمك خفيف لما تكبري. فريدة أنا بحييك يا بنتي، خدي. وجه مبتسم من أستاذ حسن. محمد هنيدي، فريدة بتحمل اسم بنتك. أول شيء قل لي، بنتك شاطرة بالتمثيل مثل بيا؟ لا لسه ما مثلتش يعني بتمثل في المدرسة وشطورة طبعا. بس أنا عايز أسألك سؤال يا فريدة. إيه؟ أنت بتقولي جواز من مين باطل؟
جواز عتريسة من فؤاد باطل. عكسين الاسم مش يعني انت عكساه. انا فاكرك انت غلطتي يا حبيبتي. لا، بسم الله ما عكساه. شاء الله عليك. طب وعكساه ليه؟ كده عكسين. ارضى. شطوره يا فريده، شطوره. وانت المره دي احسن من المره اللي فاتت بكتير. برافو عليك. اخذت جو على المسرح. لا شو لا بتعطيها؟ جميله وزي القمر ولبسها جميل. عايزه ايه بقى؟ اي وجه بدك؟ إيه؟ حبيبتي. اوكي يا فريده، مبروك يا دودو. ووجه مبتسم اخر. مش سيرين. قلت لك المرة اللي فاتت؟ طبعاً. مش قلت لك؟ طبعا. والله عسل عسل انت. خلاص بقى. أول شي تعطيني بوسة هلا. تعي بوسيني، تعالي تعالي. اوعي تقعي يا فريده. برافو يا فريده. أنا بس بدي أقول شغلة، إنه تفضلي فريدة هي يلي رح تكبس على الفيس تبعها. برافو. دوسي نو يا فريده. فري سمايلي فيسز لفريدة. ايه بدي سيرين اقول انها تفضلي. بتجنن وكتير مهضومه وهيك خفه دمها. بعتقد انه رح تكمل يا استاذ حسن، انا هيك حاسه ان شاء الله يا رب. لانها كتير عفويه وطبيعيه وجريئة. وانت عملت النص تبعك اليوم. برافو عليك. يا لوحي عجلي حد كارلا. عجلي برافو يا عجلي فريده. بسرعه. برافو. اوعي تقعي. فريدة 60 سم. رح تنتقل ايضا معنا للبرايم الخامس. هي تاني شخص الليله بينتقل معنا للبرايم الخامس.